كان ابن سينا المعروف أيضا باسم أفيسن تغييرا في عالم العلوم والطب. قدم مفهوم الطريقة العلمية، التأكيد على الملاحظة والتجريب عمله الأكثر شهرة. أصبح كانون أوف ميديسين هو الذهاب إلى الكتاب المدرسي الطبي لعدة قرون وضع الأساس للطب الحديث لم يتوقف عند الطب. قدم ابن سينا مساهمات كبيرة في الفلسفة والرياضيات وعلم الفلك. أثرت أفكاره حول طبيعة الوجود والمعرفة على عدد لا يحصى من المفكرين وتشكيل مسار الفلسفة الغربية. استكشف ابن سينا أيضا العلاقة بين العقل والجسم، مما يمهد الطريق للدراسات النفسية المستقبلية. لا يزال نهجه الشامل في الصحة، الجمع بين الرفاه البدني والعقلي في صلة اليوم. باختصار، قدم ابن سينا كنزا من المعرفة التي سد الثقافات والعصور التي تاركة إرثا دائما يستمر في إلهام وتثقيف.